عماد فواز صحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين وعضو اتحاد الصحفيين العرب. اي واحد دخل دابا لهاد الصفحة غادي يقول باللي غيلقى اخبار ومشاكل اللي عندها علاقة بمصر والمصريين، ولكن العكس ديال هادشي تماما. كيقلب على مشاكل اللي كاينه في الجزائر وكيشاركها مع المغاربه بالطريقه ديالو، الطريقه اللي فيها واحد النوع ديال السخريه والاستهزاء. او لا كيقلب على اخبار واحداث اللي كتوقع في المغرب، ولكن ضروري يدخل معها الجزائر، حيت هذا هو مربط الفرس. هنا فين كاين القلب. خصنا ندخلوا المغاربه والجزائريين في الموضوع باش يجيو يتسبوا في التعاليق. كاينين الناس كيقلبوا على صدقه ولا حسنه جاريه، هذا السيد كيقلب على السيئه الجاريه، واللي ان شاء الله غتكون سيئه جاريه في الكتاب ديالك، وغدا امام الله غادي تحاسب على دوك الناس اللي كيتسابوا في التعاليق بسبب ديالك وبسبب هذه الفتنه اللي خصك تزيدها في ذاك الوصف ديال الصفحه ديالك. زيد تحت منك عضو الصحفيين ولا اتحاد الصحفيين العرب، زيد تحت منها مختص في نشر الفتنه بين المغاربه والجزائريين. انا كمغربي كنقول لك اتقي الله، اتقي الله، وكان اولى انك تهضر لينا على اخبار اللي عندها علاقه بمصر والمصريين. كان اولى انك تهضر لينا على الاخبار اللي عندها علاقه بالجار ديالكم، الجار ديالكم اللي كيعاني هذه تقريبا واحد 10 شهور. المساعدات اللي مكدسه في المعبر رفح من الجانب المصري واللي مانعها النظام والرئيس ديال بلادك انها تدخل لغزه، والمشاركه ديال النظام المصري في الاباده الجماعيه اللي واقعه في غزه. هذه هي الاخبار اللي بغينا نعرفوا، ماشي مغربيه القفطان ما نعرف شنو. اجي تشوف فلانه شنو قالت على الجزائر، اجي تشوف زوجة رياض محرز مغربيه رجعت للمغرب بعد 5 سنوات، وحنا عارفين المغرب، ما محتاجينكش انت تقول لنا المغرب كي ولا. فاي واحد شاف هذا الفيديو يبارطاجيه باش هذه الرساله توصل لهذا الشخص هذا. راه كاين مجالات وحده اخرى تقدر ديرها، تعلم لك شي حرفه احسن لك من انك تنشر الفتنه بين المغاربه والجزائريين.